السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل سلطة العدس من أشهى وألذ السلطات اللي ممكن تجربوها. سهلة ومشبعة واقتصادية ومفيدة جدا وما رح تاخد معنا أي وقت. يلا مع بعض نشوف كيف جهزنا سلطتنا لليوم. عندي من المقادير كوب من العدس المسلوق، غمرناه بالمية وسلقناه لحتى استوى تماما، وطبعا ضروري نضل محافظين انه ما تدوب معنا حبات العدس اثناء السلق. عندي كمان حبة من الخيار المقطع لمكعبات، وحبة من الطماطم مقطعة لمكعبات. كمان عندي حبة من البصل المفروم ناعم، وبقدونس مفروم حسب الرغبة. وجهزنا كمان الصوص اللي رح نتحدث عنه في نهاية وصفتنا لليوم. في وعاء عميق أول خطوة رح أضيف العدس المسلوق، وحضيف عليه الخيار اللي قطعناه، وعليهم الطماطم، حضيف البقدونس، واخر شي حنضيف البصل المفروم ناعم. وحنقلبهم مع بعض بشكل كتير منيح. اخر شي رح اضيف عليه الصوص اللي هو عبارة عن ليمون مع زيت الزيتون مع رشة من الملح والسماق. قلبناهم كتير منيح مع بعض، وهلأ رح نضيفهم على السلطة. وحنقلب سلطتنا بشكل منيح، وبعد هيك حنقدمها في طبق التقديم. وهيك سلطتنا لليوم صارت جاهزة، من أشهى وألذ السلطات اللي ممكن نجربها، وسهلة وسريعة ومشبعة وما بتاخد معنا أي وقت. بنصحكم جدا إنكم تجربوها. وإذا عجبتكم وصفتنا لليوم فضلا ما تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة. شكرا لكم ويعطيكم العافية.